في نوعين أساسيين من الوقفات، وقفة تامة ووقفة معلقة. الموضوع عامل بالظبط زي الفاصلة والنقطة اللي في آخر السطر. معنى كده إن الوقفة المعلقة دي بتكون معلقة الكلام. لما أقول جاءت فوقفت، وبعدين إيه اللي حصل لما جت ووقفت؟ فأنت حاسس هنا إن في كلام لسه هيتقال. إنما لما أقول جاءت فوقفت، خلاص هي جت ووقفت، ما ادتلكش إحساس إن في حاجة تانية هتتقال. علشان تقطع صح محتاج تفهم السكريبت كويس. طيب ممكن حد يسألني ويقولي طب وانا ليه اقعد اقطع في الجملة؟ انا ممكن اقولها كلها على بعضها واقف في الاخر وقفة تامة وبس. التقطيع بيكون له اهداف كتير. اولا انك تاخد نفسك، فاحبالك الصوتية ما ترهقش معاك على طول التسجيل ويفضل ادائك مظبوط. اتنين، انك بتجذب انتباه اللي بيسمعك بالوقفات دي وبتكسر الملل والرتابة في الاداء، اللي هي مشكلة المونوتون اللي اتكلمنا عنها قبل كده، وهسيب لك اللينك بتاع الفيديو في الديسكريبشن. ودلوقتي شوف السكريبت ده وحدد نوع الوقفة، وهتكتب في الكومنتات إذا كانت الوقفة رقم 1 دي معلقة أو تامة، 2 معلقة أو تامة، وهكذا، وهرد عليك. أنا عايدة طاهر فويس أوفر، هكون معاك خطوة بخطوة في رحلتك للتعليق الصوتي.